طبعا الفيديو الاخير الناس قاعده تقول انت بتزعقي لنا ليه، انت بتزعقي ليه؟ والله ما كنت بزعق، انا اعرفكم اللي حاصل. كان التلفزيون في الصاله عالي، فكنت بحاول اعلي طبقه صوتي اكتر من صوت التلفزيون. تمام، كانوا بيسمعوا مسلسل، فمش هقدر بقى طبعا اتعدى على خصوصيتهم واقول لهم بقى لا اسمعوه كمان بصوت واطي. ما علينا، نرجع بقى لموضوعنا اللي انت جايه تتكلمي فيه. ايه جايه اتكلم؟ انا بطلع لايف كل يوم من الساعه 3 تقريبا الفجر او 4، يعني في الوقت ده للصبح. تمام، بتكلم معاكم شويه، بنلعب جولات شويه، بنهزر شويه، بنضحك شويه، بنغني شويه ونشغل اغاني ونسقف شويه. ايه المهم ان احنا بنخرج من جو الايه الفيديوز والفيديوهات شويه بتبقى فيها حديه، فبحاول ان انا اتعامل بطبيعتي اكتر. يعني الناس بقى تبقى شايفاني لا دي على حقيقتها، دي نور اللي بتقدم محتوى هي في الفيديوهات، اما شخصيتي الحقيقيه اللي بتكلم بيها وبهزر بيها وعادي بقى الحياه العاديه. لقيت حاجه غريبه جدا، قابلت اشخاص كتيره قوي بفتح معاهم لايف، ناس اعرفها وناس ما اعرفهاش. بقيت مستغربه ان في ناس لسه موجوده على الكوكب ده ما بتفكرش في الكلمه قبل ما تقولها. لقيت في ناس متصوره ان الدنيا كلها بين ايديهم. في ناس متصوره انها مجرد ما هي هتدعمك، هتقف جنبك، هتساعدك في انك تكسب جوله، لا انا لازم اهينك، لازم اضايقك. ومتخيله والله اعلم جايبين منين القوه ان انا واحده لساني مش طويل، وان انا واحده ما بردش وحش، وايا كانت تربيتي وايا كان اخلاقي عاليه قد ايه، بس اعرف كويس قوي اهزق اللي قدامي من غير ما اغلط في كلمه ولا تتمسك عليا كلمه. اعرف كويس قوي احافظ على كرامتي وكرامه الناس اللي معايا. طب بتقول لنا الكلام ده ليه؟ بقول لكم الكلام ده علشان انا عارفه ان احنا بقينا في مجتمع صعب، وطول الوقت بيتاكد لي ان احنا حوالينا ناس صعبه. في ناس تبقوا مش متخيلين اللي بيجري في دمهم ده دم. هما ناس زينا، ناس حقيقيه، ناس عايشين وسطنا بياكلوا ويشربوا، ولا هم روبوت فاهمين بس يعني ما بيفهموا قصدي، يعني بينفذوا. في حاجات بدات اوصل لها، حاسه ان انا بقى في ضغط نفسي عليا في التعامل في الشارع، في اللايف. انا بتكلم على اللايف ليه؟ لان هو اكتر التعامل ليا دلوقتي في الميديا. التعامل في الشارع، التعامل مع الناس دايما، مش هقول دايما عشان هي كلمه غلط، هنقول بعض الوقت بحس الرجاله عموما بيبصوا للست على انك ست جميله، فهتكلم عن جمالك فقط. خلي بالك الجمال اللي انت قصدك تتكلم عنه كست، لو واحده في الشارع هنتكلم في ميك اب، في ممكن ان انا بتصنع في طريقه كلامي. يا ريت لما تيجي تتكلم مع ست خليك ارقى من كده، اكبر من كده. ولما اقول لك ارقى بقولها لك بطريقه كده عشان تفهم تستوعب. اتكلم عن ذكائها، اتكلم عن حنكتها في التفكير، اتكلم عن موضوعيتها، اتكلم عن سلاستها في الكلام، اتكلم عن حاجات الست تحس ان اللي قدامها راجل بجد. تتكلمش عن جمال. معظم اللي على الميديا هنا فلاتر، في فلتر تنعيم، ولو كبرتلك هتفهمي اللي انا بتكلم فيه، وانا مش حاطاه دلوقتي علشان اكون بتكلم على وضوح. ولكن حتى لو انا مش حاطاه، اصلا البرامج كلها بالتنعيم بدرجه اقل، غير ان في ناس بتزودها. طب ما انت حاطه ميك اب، ما ده اللي انا عايزه اقوله. هتتكلم عن ايه؟ عن حاجه انا عاملاها بايدي؟ بتتكلم عن فكر، عن ذكاء، عن تطور في المحتوى. حسسني كده ان اللي قدامي ده حد عنده وعي، حد انبهر بشخصيته كبني ادم. انا بتكلم كبني ادمين عموما، مش بتكلم بقى كست وراجل. عايزه اللي قدامنا، احنا بتكلم بقى باسم الستات في الشارع، في النت، في اي داهيه، كلمونا على اننا دماغ، فكر. احنا مش شكل ومش جسم ومش طول ومش شعر. طب ما انتوا اللي بتعملوا كده. لا انا بعمل كده عشان انا احب ابص لنفسي، الاقي نفسي ست جميله، ست حلوه، ست معقوله، ما يبقاش فيه اي دفوع. كل واحد فينا دايما بيسعى للجمال مش للكمال. تفرق. انا بسعى ان انا عايزه اكون ست جميله، ست شيك، بس مش ست كامله. الكمال لله وحده. فاهمين قصدي؟ لو انا عايزه ابقى اسعى ابقى جميله كنت خليت مراخيري احلى مراخير، كنت خليت شفايفي احلى شفايف حتى بالمكياج. لكن انا بسعى ان انا اكون مهندمه. كلمني عن ذكائي. انا بتكلم باسم الستات على فكره، المحترمات، الست اللي بتحترم نفسها. طبيعي جدا
هتقولي ايه ده؟ يعني انت مش عايزه حد يقول لك انت حلوه او انت وحشه او لا، قول عادي مفيش مشكله، بس ما تتكلم عن تفكيري. هو انا تفكيري ده ايه؟ زيرو؟ مش موجود قدامك؟ ذكاء الست وتطورها وانها مصره انها تفضل موجوده واقفه على رجلها في ظل القيود الاجتماعيه، المستوى المعيشي الصعب اللي كلنا عايشينه، غني وفقير ومحتاج ومش لاقي، انها قادره تكمل، انها قادره تواجه، انها قادره تعيش. ده ما يستاهلش نقول لها شابوه، ما يستاهلش نقول لها شاطره، ما يستاهلش نقول لها برافو عليكي، لا نقول لها رسمه عينيكي وشكلك وجسمك حلو وجسمك وحش. انتوا شايفين هو ده الصح؟ انا اتكلمت من وجهه نظري، انا الكلام مش مترتب، ممكن تقولوا ان انا اتكلمت في موضوعين او ثلاثه، الله اعلم. كل اللي انا عايزه اقوله ان في ستات كويسين كتير قوي ومهندمين واخدين بالهم من شكلهم، بس نفسهم الناس اللي قدامهم يقدروا مش الجمال. بص لي بصه تانية، الناس بره حساهم اتغيروا كتير قوي عن زمان، خساره والله. احنا زمان يا لهوي كان بيتضرب بينا المثل. يا ريت اللي يسمع الكلام ده يحطوا حلقه في ودانه. هتبطلي تلعبي مع ناس ما تعرفهاش؟ لا مش هبطل، هفضل اسعى دايما ان انا اعرف ناس جديده عشان اطلع لكم بافكار جديده. السلام عليكم.